إبراهيم معايا. بنتك سارة إبراهيم محبوسة عندنا في القسم عندنا في السجن، ممسوكة في قضية ضعف. ماشي يا فندم. ادخل. اتفضل. خليه يدخل. انت قررت ما اعرفش ازعلك. يا ريت تحافظ على بيتك. مين ياسر؟ هات البيت من الحجز. ده انت جاي يا حاج. اتفضل انت بالاستلام. يا ريت تحافظ على بنتك. خلي بالك من بنتك يا حاج وحافظ عليها. اتفضل. اهدى بس يا حبيبي، كل حاجه تتحل. سارة معقول يعني يحصل منها كده؟ يحصل منها كده سارة؟ طب اهدى بس حقك عليا يابا، سامحني. اسامحك على ايه؟ عايزاني اسامحك على ايه؟ والله العظيم يابا وانا في حاجه خطيبي شربني حاجه قمت لقيت نفسي بالاسم. لا والله انا صدقت. انت بنت قليلة الادب ما تربيتيش، وانا هربيك من تاني. ده كلبه. حقك عليا يابا، انا اسفه. اهدى بس يا بابا، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم في ايه؟ سوء تفاهم في ايه؟ ده بهدلتني، فضحتني في المنطقه كلها. طب اهدى بس اهدى. ساره ما تعملش كده خالص يا بابا. ساره حبيبتي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا هربيكي من تاني. ما انا ما عرفتش اربي. انا لو عرفت اربي ما كنتيش بهدلتيني البهدله دي. ازيك يا عمي؟ اهلا وسهلا بيك يا ابني. عامل ايه؟ الحمد لله. انا محمد عباده، فاتح شركه مقاولات كبيره وجاي طالب ايد بنتك ساره يا عم. ساره بنتي؟ وليا الشرف. ده محمد ده زين الرجال يا بابا، ده معروف بأدبه وأخلاقه واحترامه، ومش هتلاقي عريس لسارة زي محمد. ده عريس لقطة. ربنا يبارك فيك يا يارا. طب بس يا ابني نسأل عليك حتى. بابا بقول لك زينة الشباب مش هتلاقي زيه. خلاص يا عمي، اجيب اهلي واجي الخميس اللي جاي ونتفق على كل حاجه. خلاص يا ابني، وبعد اللي هي قالته هقول ايه؟ ألف مبروك. ألف مبروك علينا يا عم. ألف مبروك. ألف مبروك علينا يا عم. ألف مبروك. عملت ايه يا منيل؟ كل حاجه تخطر على بالك يا يارا. انا عايزاك كل حاجه ساره بتحكيها لك تيجي تقولها، اوعى تنسى معلومه. انا مش خاطبها لك عشان حاجه، عشان بس اعرف منها المعلومات وبعد كده اقهرها تفسخ الخطوبه. عيب يا يارا، ده انت الحته اللي في الشمال. انت هتاخد ده وهتخرج انت وساره تحطه لها في العصير وبعد كده ترن عليا وتناديني وانا هقوم بالواجب. حاضر حاضر. انا هتنيل اقوم قبل ما الزفته دي تيجي. طيب حاضر. منور يا استاذ سيد. اتفضل الشاي. ده نورك. لا شكرا يا حبيبي، متشكر، مش عايز. ليه بس مش عايز ليه؟ معلش اصلي متضايق شويه. خير؟ شفت ابني بعد كل اللي عملته معاه يعمل فيا كده، يطردني من شقته
ويقول لي مراتي مش عايزاك تعيش معانا من غير ما اعمل لهم حاجه. هتروح فين دلوقتي يا صاحبي؟ هروح فين؟ هشوف دار مسنين اقضي فين بقيه حياتي. بسأل عليا يا صاحبي، انا ماليش حد غيرك دلوقتي. ابني بعد ما كبرته وصرفت عليه دم قلبي وخد الشهاده الكبيره واشتغل شغلانه محترمه، يرميني الرميه دي من غير ما اعمل له اي حاجه. مش عارف انا عملت له ايه، مش عارف. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي ابنك عمله فيك ده هيجي ابنه إن شاء الله يعمله فيه، ما هو ربنا ما بيسيبش، وكما تدين تدان. للاسف يا صاحبي زمان انا عملت كده في ابويا، وبايدي دي انا اللي وديت دار مسنين. ربنا بيعاقبني على اللي عملته في ابويا. سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني يا رب. مالك يا أستاذ سيد؟ مالك؟ شايفك مش عاجبني. تعبان شوية يا أبو صالح، تعبان شوية. خير إن شاء الله. عندي البنت صغيرة تعبانة. البنات الاتنين تعبانين آخر تعب. تعبت وزهقت خلاص، تعبت والله. إيه اللي حصل بس قول لي. البنت الصغيرة تعبانة. بقالي كام شهر تعبان بيها. بلف بيها هنا وهنا، تعبت. في الآخر واحد قال لي وديها لواحد عراف. قلت أوديها. رحت للعراف. صدمني يا أبو صالح، صدمني. إيه بس؟ قال لك إيه؟ قال لي البنت بقول لها عمل. بقول له مين اللي عمل العمل؟ قول له الله يكرمك ريحني. قال لي أختها هي اللي عملت العمل يا أبو صالح. معقول؟ أختها؟ كل ده عشان عايزة تورثني بالحق، عشان ما عنديش عيال غيرهم. عايزة تموت أختها عشان تورثني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي الدنيا جرى فيها إيه؟ الناس كلها بتاكل في بعضها ليه كده؟ مش عارف أعمل إيه أنا. ولا يهمك. إحنا نشوف عراف تاني يبطل العمل ده. يا ريت يا أبو صالح. إن شاء الله يا حبيبي، إن شاء الله. كل حاجة ولها حل. يا ريت اقف جنبي يا اخويا. الله يكرمك. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله. الله يكرمك. وان شاء الله اولادك هيطلعوا ويبقوا زي الفل. يا رب. هيبقوا زي الفل، وربنا يفرحك بيهم ويكرمك فيهم يا رب. ان شاء الله يا حبيبي. يا رب. ابشر ان شاء الله. هبشرك خير باذن الله. ما تزعلش نفسك ابدا. على الله. اهلا الحاج ابو صالح، عامل ايه؟ اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك يا سيدي. احنا بنعرف نمشي عشان نعرف انك ثقه وراجل ياما عملت حاجات كويسه. الله يخليك. الراجل ده عنده مشكله تحب قوي. الله يخليك. واحنا قاصدين ربنا وقاصدينك. بس كده؟ من عينيا. خير. والله خير يا عم الشيخ. انا ربنا رزقني ببنتين. تمام. والحمد لله راجل مبسوط. كويس. جوزت بنتي الاولانيه واعطيتها كل حاجه وريحتها. كويس. معايا البنت الثانيه. اهدي. البنت تعبانه. معلش. تعبت وسابت دراستها وسابت كل حاجه. محدش غيرها. امها ماتت ولا امها ولا ابوها ومربي. لا ما تقلقش. رحت لواحد. ايوه. قالوا عراف. رحت له قلت له شوف لي بنتي. قال لي معمول لها عمل. طب ابوس ايدك، مين عمل لها العمل؟ ريحنا الله يكرمك. قال لي اختها تعمل عمل فيها. طب ليه؟ عايزة تموتها ليه؟ اتضح ان هي بتعمل لها العمل عشان خاطر تورثني، عشان تموت اختها وتموتني. تاخد كل حاجه. انا عشمان في ربنا فيه. فك العمل. ابوس ايدك. العفو. الله يكرمك. بس كده ما تقلقش. بس كده ما تقلقش ابدا. ما تقلقش. خليها حل عندك. ما تقلقش. انا هفك لك العمل واخليها تبقى زي الفل. لا ما تقلقش. بص. بص. الله يكرمك.
الله يبارك فيك يا ابو ساره. الله يستر. الميه دي مالي عليها. ايوه يعني ميه طاهره. الله يكرمك. خلي بنتك تشرب منها كام يوم ورا بعض كده، باذن الله هتبقى زي الفل. يا رب يا رب، لك عايزة حلاوة كبيرة. أبوس إيدك. الله يكرمك. شكرا. ان شاء الله هتبقى زي الفل. شكرا. ما تقلقش. اهدى يا بنت اهدى. ربنا يشفيك إن شاء الله. شكرا على الشيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. حبجيني يا استاذ، هتلاقيني معاكي في اي حاجه. قلت لك ماشي، هراضيك وهديك اللي انت عايزه. المهم تعمل لي اخبار ومقالات لساره تخليها ما تطلعش من البيت. انا عندي استعداد يا استاذه ما خلاش لا تطلع من البيت ولا تشم ريحه الهواء ولا الشارع كمان، بس خليكي معايا ومع قلمي. ومش مع البيت بس، ده انا عايزاها توصل للانتحار. عايزه اخلص منها. ساره دي كل حاجه بتاخدها مني. ده انت باين عليكي بتحب اختك قوي 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 قوي. ساره دي الدلوعه، انما انا يارا الميري. ساره دي الدلع والحنان، اما انا يارا الميري. ساره تسخن كله يجري وراها، انما يارا قومي يا بت بطلي دلع. كل حاجه بتاخدها مني، حتى حب امي وابويا بياخدوها مني. خليكي معايا يا استاذه وانا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. وانا هراضيك. ماشي يا استاذ، وانا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. ماشي. يا فرحة امك بيكي يا ساره. امك زمانها دلوقتي فرحانه بيكي في تربتها من اللي هتشوفه بألمك انت. قولي يا رب وهتثبت لك فعلا الكلام اللي انا بقوله كله تمام. هنشوف، واللي انت عايزه هتاخده. كل شيء بامر الله. ماشي يا ساره، حرب التاني. يا معلمة. نعم يا روح المعلمة. مش هتكتبي لي القهوة؟ اكتب لك ايه يا راجل يا نص كم انت عايزني اكتب لك القهوة عشان تروح تشد بيها؟ لا يا معلمة، انسى. عشان احافظ لك عليها بس واشغلها لك. انت تحافظ لي عليها وتشغلها لي؟ لا يا حبيبي، مالي في جيبي وانا اعرف احافظ عليه كويس قوي. ما ينفعش يا معلمة يبقى معاك راجل وتنزلي القهوة. راجل؟ سلامات يا راجل. راجل ايه؟ ليه كده يا معلمة؟ بابا يا مخصوص الرقبة. ادي بابا فلوس. طب ما امك قاعدة جنبي يا بنت. وانت كل شويه تقول لي لما قاعده جنبي، او انت قاعد يعني في البيت بتعمل ايه؟ شوف البنت مسحوبة من لسانها زيك. رد يا معلم. ده انت يوم كل ما بتديني فلوس هو ياخدها مني. يا نهارك اسود ومنيل، انت بتاخد من البت مصروفها عشان تشد بيها يا راجل انت ولا ايه؟ لا يا معلمة، ده انا بشيلهم ليها في حصالة عشان لما تكبر وتتجوز تلاقي فلوس. ما تخافيش عليها بس. زيكم. خلاص يا بت روحي. الله يخرب بيتك، كسفنا في كل حته. قبلك. مالك يا حبيبتي؟ على طول لو يا بوزك كده؟ فكيها بقى، خلي ربنا يفرجها علينا. وفي غيرها يا ست زفته؟ استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. معلمه في يا واد؟ انا سمعت. يا نهار اسود. طب امشي غور يالا وياك، اسمعك تقول الكلام ده لاي حد. سامع؟ تعالي يا حبيبتي. ايه؟ تعالي، الواد ده سامعك وانت بتتكلمي على ساره. يا نهار اسود، ده كده ممكن يروح يقول للكل ويقول لابويا. مش هيلحق، لازم نخلص منه. سامعه؟ نخلص منه. تعجبيني. حبيبي تعالى يا حبيبي. طبعا يا حبيبي. ربنا يرحمك. الله يريحك في الدنيا. سلام يا حبيبي. يلا ان كانت عامل ازاي؟ تعالى. انا جايب لك مصلحة سرعة يا معلمة. خير يا معلم، ومن امتى بتجيب حاجه وبتعجبني؟ لا هتعجبك المرة دي. طب ما ترسينا على الحوار. شركة انتاج.
شركة انتاج؟ اه وناوي تعمل بها دي يا معلم؟ هننشر على الفيسبوك عايزين مواهب، وهتيجي الاطفال لمنا 200 عيل كده ونخطفهم. تعجبني يا معلم، اخيرا دماغك اشتغلت. الحمد لله على السلامة. جايب لك الراجل كمان وجاهز. ماشي. واد يا رزة. نعم يا معلمة. انت يا منيل على عينك. نعم يا معلمة. اظبط لي يا اخويا الشيشة مكتومة. اهو يا معلمة. تسلم يا روح المعلمة. واد يا معلمة وظبطت كل حاجة. براو عليك يا بت، لمست المعلمة بصحيح. الحمد لله هم ونزاح. على رأيك. الشيشة اتظبطت يا معلمة؟ خلاص يا واد. عايزاها في حاجة يا موزة؟ روح نادي سلطان يا هنام يا معلمة. بقول لك ايه يا عسل انت؟ مالك منوره النهارده وزي القمر. هم وزاح، كنت خايفه الواد يقر عليا ولا يقول حاجه كده ولا كده. معلمة في حد عايزك بره. مين يا واد؟ مش عارف يا معلمة. الراجل بتاع شركة الانتاج انا قلت له جاي. خلاص خلاص خليه يدخل على طول يا واد. يا معلمة. دي عايزه كلام؟ مساء الخير عليك. مساء الفل. ازيك يا مينا؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في الحوار اللي كلمتك عليه؟ بس انا خايف يا معلم. ما تخافش يا الحكومة والدنيا والدين دي مظبط لك الدنيا كلها يا عم. لا تقلب علينا وتبقى داهية بقى. بقول لك ايه، شغلتنا دي عايزه القلب الميت مش القلب الخارع. ما تخافش، مظبطين المكان ومظبطين كل حاجه. يعني اخرتها حلوة وفيها فلوس كتير؟ فلوس عنب. طب يبقى تمام، نتكل على الله. على الله. حلو الكلام. استأذنكم انا؟ يا معلمة يا معلمة. خير يا منيل. دخله يا منيل على عينك، هي مش قالت لك دخله من الاول؟ انا مش فاهمه في ايه، هو الواد ده غبي؟ معلش معلش. مش عارفه ايه الحاجات اللي بيجيبوها لي. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا معلم. عامل ايه؟ انت بعتيلي يا ست الكل. طبعا مصلحه خير ان شاء الله. ما تقول يا معلم. ما تقول يا معلم على الخطه للمعلم، خلينا ننجز في الحوار. شركة انتاج يا معلم سلطان. هننشر في الفيسبوك عايزين مواهب. ايوه معاك. وهنجيب العيال الصغيرة. اطفال. هنخطفهم. وهنذبحهم. ايوه. وهناخد الاعضاء. وهنبيعها. الله ينور عليك يا معلم. كريمك يا سلطان. بس اسمع يا معلم سلطان، احنا عايزين عيال تكون جامده، ما تجيبليش عيال تكون مرضانه. طبعا هنجيب الجثث السليمه. بالظبط كده يا معلم. لا ما تقلقيش، اطمنيها يا دي، اطمني قوي. تعجبني. 300 400 عيل ان شاء الله، حتى ناخد منهم 200 ونسيب النايم عادي. ان شاء الله. اللي يطلع منه ومن ذمته. هننفذ الموضوع ده ان شاء الله. تعجبني يا سلطان، انا متكول على راجل يا سلطان. وانا رقبتي سداده ليك يا معلم. كريمك يا سلطان. لا تستاذن يا معلم. اتفضل يا معلم. طب الشاي؟ طب خد لك شويه. الله يكرمك يا معلم عشان يا سلطان. اليوم يخلصوا منها. يا معلمه في ايه يا معلم؟ الراجل بيقول لك شركه انتاج واعضاء وانت بتقول له خد شويه، سيب الازازه دي من ايدك خالص. انت في ايه ولا في ايه؟ ما تفرح بقى شويه بدل الهم اللي احنا فيه. ما انا بشرب عشان افرح يا بنت. الله يكون في عونك يا معلمه. من زمان يروح المعلمه. انت بتقول ايه؟ لا خليك انت في كوزك لما نعوز. ما تقلقيش احسن شكرها هربت منك. هو بيشرب وانا اللي بصيت. معلمه سيب المعلمه في حالها، ده انا ما صدقت ان انا فوق شويه. دكتور كده كل الحالات خلصت، لكن في حد بره بيقول ان عارفه. خليه يتفضل. تمام، اتفضل يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. الله يخليك. اتفضل حضرتك. الله يخليك. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. والله يا دكتور
دكتور يعني انا عندي ابن اخويا، كنت عايز اخد رايك في حاجه. اتفضل. هو من يوم ما اتجوز وهو قاعد في البيت ومراته بتشتغل، واعتمد على ان مراته هي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف على البيت، وقاعد في البيت ولا بيهش ولا بينش. تقولش هو بقى الست وهي بقت الراجل؟ ده ناقص يرد على العيال. انا مش عارف اعمل معاه ايه. وانتوا ساكتين عليه من بدري؟ ده الكلام ده من امتى؟ والله من يوم ما اتجوز وهو كده. يا نهار ابيض. مش عارف نعمل معاه. بس يا حاج دي مش مشكله نفسيه، الولد مش تعبان، دي مشكله اجتماعيه، ان انتوا عودتوه ان هو يقعد في البيت وما يشتغلش، خليتوه قاعد في البيت وده ما ينفعش. دي مشكله اجتماعيه يا حاج، تقعد معاه وتحاول تحلها كأب وتلمهم حواليك. دي مش مشكله نفسيه، علاجه مش عندي، علاجه عندك انت، وان مراته تحاول ترجع فيه ان هو ينزل ويشتغل، لكن ما يقعدش كده، ما ينفعش يا حاج. والله ما عارفين نعمل معاه ايه، مش عارفين نعمل معاه يا دكتور. حاولنا كتير قوي، بس هو خلاص خد على البلطجه، خد على قعده البيت، واعتمد على ان مراته هي اللي بتشتغل، وخلاص على كده. مش عارف اعمل معاه ايه. لا يا حاج لازم تشد عليه، المشكله دي اجتماعيه وبواجهه ناس كتيره، فلازم يا حاج انت تقعد مع مراته وتقعد معاه انت وهي، وتحاول ان انت لازم تشوف حل. لكن دي مش مشكله نفسيه، دي مشكله لازم ينزل يشتغل ويحس بنفسه ويرجع تاني. لكن فكره القعده دي هي اللي هتضيعه، انت كده مش بتساعده يا حاج، لازم ينزل ويشتغل. عندك حق يا دكتور، عندك حق، عندك حق. مالك يا ابو نانا؟ سايب الفرح وجاي ليه؟ انت عارف خطيب بنتي ضابط في الجيش. دي حاجه تزعل، دي حاجه تفرح يا ابني. الف مبروك. حاجه ما تزعلش، بس جالي خبر اللي هو استشهد في الجيش النهارده. لا حول ولا قوه الا بالله. وناوي تعمل ايه يا ابني؟ ما انا مش عارف اقول لها ايه ولا اعمل ايه. انا جاي لك عشان اقول لك اعمل ايه. انت ما تقولش حاجه، انا جاي معاك، انا جاي معاك، انا اخوك، انا اخوك مش واحد غريب. انا هقول لها هي الطول خطيبها يستشهد. ما هو ده اللي مصبرني، اللي هو استشهد. انا جاي معاك يا ابني. قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي. تعال. ايه يا ابو علي، ما تشرب الشاي؟ شاي بس اللي اشربه بس يا ابو ساره. في ايه بس؟ انت ما عرفتش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش بنت عمي اتجوزت ولقيوها مقتوله بعد الفرح باسبوع. ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ومين اللي عمل العمله السوداء دي؟ جوزها موتها وسرق اعضائها كمان. يخرب بيته. لا حول ولا قوه الا بالله. وعملتوا ايه؟ عملنا بلاغ وهو ربنا يسهل. ربنا يعوضك يا ابني، ربنا يعوضك، ربنا يعوضك خير، وان شاء الله حقها هيجي لها. ربنا ما بيسيبش حق حد. اهلا، ازيك يا يارا؟ اهلا بيك. ازيك يا علي؟ ازيك يا عم الشيخ؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انا جبت لك النهارده في الموضوع اللي كلمتك في التليفون. خير يا ساره. مالها؟ ساره اختي كل ما احاول اقتلها افشل، كل ما ادبر لها مصيبه تخلع منها بنت المحظوظه. بس كده؟ لا ما تلاقيش، طالما جيتيلي انا هديك اللي يخلص. ايه يا عم الشيخ؟ بس العروسه دي هتحطيها جنب اختك بالليل وهي نايمه، وسيب الباقي عليها، هي هتخلص. معقول؟ اخيرا هرتاح منك يا ساره ونعيش. حبيبي يا نادر. حبيبي والله من زمان وحشني. ربنا يخليك. وحشني الايام الحلوه اللي كنا بنقعدها مع بعض. فاكر طبعا. يا ايام جميله، ايام جميله، مرات حلوه. عشان كده انا عايز اسمعك لحن جديد كده دمه خفيف. اطربنا حاجه كده يا من زمان فين الايام دي؟ جاي فاتن حمامة، جاي من
ميرفت أمين ليه بتسوق الأيام هو أنت بقيت مين جاي فاتن حمامة جاي ميرفت أمين والدنيا جت معاك وبقالك معجبين والدنيا جت معاكي وبقالك معجبين هو انت بقيت مين جايز فاتن حمامة جايز ميرفت أمين ليالي يا ليالي يا نجوم كل السما في نجمة في العلالي بتلاقي إنما ليالي يا ليالي يا نجوم كل السما في نجمة في العلالي بتلاقي إنما إن رحت يوم شمال ألقاها جت يمين إن رحت يوم شمال ألقاها جت يمين جاوبوني عالسؤال قولولي تبقى مين جايز فاتن حمام جايز ميرفت أمين الراحة الابتسامة يا حلوة مش كده ده احنا سهرنا ياما في حي السيدة الراحة الابتسامة يا حلوة مش كده ده احنا سهرنا ياما في حي السيدة لا مؤاخذة أقصد زمالك ألف سلامة مالك برضون أقصد زمالك ألف سلامة مالك ده مسطر عالجبين هو انت بقيت مين جايز فاتن حمام ولا اسماعيل ياسين جايز فاتن حمام جايز ميرفت أمين جايز فاتن حمام جايز ميرفت أمين جايز فاتن حمام جايز ميرفت أمين الله 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 رجعتنا الايام الحلوه. الله يكرمك. رجعتنا الايام الحلوه. ذكريات جميله. والله والله. ذكريات. تسلم تسلم وتسلم ايديك. تسلم. ايه حلوه حلوه. عايزين من ده كتير. اديله. ايه ده الجميل زعلان ليه؟ مالك حبيبتي؟ مالك؟ زعلانة عشان سارة يا بابا. مالها سارة؟ اللي بيحصل فيها ده مش عارفة. والله ما انا عارف اللي بيحصل فيها ده بيحصل فيها ليه. والله بنت كويسة، بنت كويسة كانت زي النسمة. انا مش عارف ايه اللي حصل. مش هي اتغيرت خالص يا بابا. والله اللي بتعمله ده مش طبيعي. انا بحب سارة قوي يا بابا. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. انت دايما قلبك عليها، ما انت الكبيرة بقى قلبك عليها وبتحبيها. ربنا يخليكم لبعض ويخليكم ليا وطول عمركم تحبوا بعض كده ويبقى قلبكم على بعض. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا نفسي اعرف بس مين اللي بيأذيها وانا هرقشه يا بابا. دي سارة يا حبيبتي ان شاء الله هنعرفه وهنجيبه من رقبته. ربنا ولما اعرفه يخلينا. تعرفيش انا هعمل فيه ايه. ربنا يخليكم انتوا الاثنين، يخليكم لبعض ويخليكم ليا. اشرب يا ابني انت هو. اشرب واحكي لي في ايه. اشرب ايه بس يا حاج؟ هو بعد اللي حصل ده فيها شرب؟ في ايه اللي حصل؟ اخويا الكبير سرقنا. اخوك الكبير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. احكي لي يا ابني ايه اللي حصل؟ بعد ما بابا وماما ماتوا مضونا على ورقة غصب عننا، اخدوا كل ورثنا حتى العربية والفيلا اخدها هو ومراته الحرباية، لغاية ما بقيت من شخص غني لشخص فقير، واترمينا انا واخويا الصغير في الشارع زي الكلاب. ايه ده؟ ايه ده؟ هي الدنيا كده فيها ايه؟ هو الكبير بقى بياكل الصغير ليه؟ احنا عايشين في غابة. لا حول ولا قوة الا بالله.
ربنا مش هيسيب لك حقك يا ابني، ربنا هيجيب لك حقك، بس انت كمان تسعى. لازم تقوم محامي كبير ياخد لك حقك، وانا معاك مش هسيبك. يلا قوم بينا، قوم بينا نشوف محامي. ما ينفعش القعده كده. ما تجيبي نفس يا معلمه. نفس ايه يا راجل بتتكلم عليه؟ وانت من كتر الصدى اللي انت فيه ما بقتش عارف تركز ان في ايدك سيجاره والزفت اللي انت عمال تشربه ده. يا وليه على الطلاق انا لو شربت بحر مسكر جوز المعلمه نوسه برضه يسطل. والنبي مهما شربت المحيط بحاله عمرك ما هتعرف تسكر. ده انا نوسه يا عينيا. امال زعلانه ليه يا معلمه؟ انا ما حدش يقدر يزعلني. انا افرد وشي وقت ما احب واقلبه وقت ما احب برضه على اي حد. عليا انا يا معلمه؟ عليك، وانت عارف كويس قوي. يا وليه والنبي بلاش المحبسين بتوعك دول عشان ما بتجيش معايا. طب تيجي نخرج النهارده؟ ماليش نفس. والنبي لو عملت ايه؟ الله، لا في حاجه كده. اقعد انت بس شويه بقى لما اشوف البت دي لو يبوظها ليه. مالك يا اختي؟ في ايه؟ ساره زفت. مالها ساره زفت؟ عملت لك ايه تاني؟ مفيش حاجه محوقه فيها، حتى العمل فشل. خلاص روقي انت يا مزه وسيبيها عليا انا، وحياه امي اللي ما بحلف بيها باطل لا هجيبها لك تحت رجليكي واخليها تحب عليها كمان. يا ستي انا مش عايزاها تحت رجلي، انا عايزه اخلص منها ونموت. خلاص بقى هخلصك منها، افرجي بوزك بقى. وانت يا مطرب الغابر ما سمعنا حاجه يا اخويا كده خلينا نفرفش وننعم بدل القعده الغم اللي احنا قاعدينها دي. حاضر. ده ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ لحد انت انا وانت نتكلم عايشين ومش قادرين من الجرح نتكلم. العمر عدى وراح وبكره يجوا غيرنا ويكتبوا بالقلم ويحكوا قصص غيرنا. وزي ما انت يا قلم بتكتب وبتعلم ورقه بيضاء مسكتها وكتبت فيها كل قصه حياتي. يا سطر قول لي مخبي ايه ويا حبر قلمي هتكتب ايه. خايف يا سطر تكون دي كلمه النهايه. بلاش يا سطر انا لسه ما عشتش كفايه. عمال بلف في دايرة من صغر سني فكت في شايل حمل لما تصفى دمي. هو ده يا اخويا اللي بقول لك فرفشنا مش تغمانا في ايه يا معلم؟ انا جايباك يا اخويا تفرفش وتنعنش مش تخلينا نعيط. وانت يلا ايه يا معلم؟ انت الشيشه اللي انت عاملها دي مكتومه زي خلقتك. ابدا والله يا معلمه، ده انا مسلكها لك. مسلكها؟ والله ده انا باين عليا مسلكك من الدنيا كلها. معلش يا معلمه. هي جت على الشيشه يا معلمه، ما الدنيا كلها مش سهله. كفايه خفه دمك. وبعدين بقى في اللي احنا فيه ده يا جدعان. احلى حاجه يا معلمه. وريني. امشي غور من الخليج، خد الشيشه دي واطلع بره. هو انت ايه مش عارف تعمل حته الشيشه؟ انضفها لك يا معلمه. تنضفها؟ كنت نضفتها في الاول يا روح المعلمه. ايه الرجاله اللي انت جايبها لي دي؟ ده لقيت ورا عربيه مرميه يا معلمه وقلنا نستفاد منه. تستفاد منه؟ انا على راي المثل اتلم تنتون على تنتن. انت يا بنت روقي كده وافردي بوزي. كفايه نكد بقى، شبعنا. ياما عايزه ايه يا روح امه؟ هاتي 50 جنيه. 50 جنيه؟ طب ما تقولي لابوك ما هو قاعد اهو. اصل هو كل شويه ما معيش. سمعت البت قالت ايه يا راجل؟ اصل عيب كده يعني ابقى بنت المعلمه واخرج وسط اصحابي وهم اقل مني. لا يا حبيبتي، انت لازم تبقى اعلى منهم في كل حاجه، وانت برضه بنت المعلمه نوسه. تأمريني يا قلبي. يا سلام. اتفضلي يا روح.
50 جنيه حته واحده، اصرفي واتفسحي. يلا يا قلبي. سلام يا روح المعلمه. مالية وبتخفيها يا معلمة. بقول لك ايه مش عايز اسمع صوتك تاني. 200 جنيه يا معلمه، هي البيت الصغيره. 200 جنيه للعيله الصغيره؟ انت هو المفروض مين اللي يصرف على مين يا معلم؟ الست ولا الراجل؟ ما الست سوت الراجل اليومين دول والعمليه واحد. سوتها على نفسها يا عينيا مش عليك. ومش عايز اسمع صوتك تاني، صوتك بيصدعني بينرفزني. حاضر يا ست المعلمين. ما بلاش اقول لك ورق زي مين، انما جاب الغراب لامه. برضه كده يا ست الكل، ده انا جوزك. جوزي؟ جوز الهم والغم. يا بنت فلوس جوزك حرام عليكي. شوفي لي حل صالح. هشوفها لي وحياة امي اللي بحلف بيها باطل لا هوديها لك ورا الشمس. والنبي تضحكي يا ماما. انت يا بنت طول ما المعلمه قالت لي خلاص هريحك منها يبقى هتريحك. طب هات يا بنت. ايوه كده. مفيش حاجه كده ولا كده تيجي منكم. ده كل قرف. ما تجيبي يا بنت. هاتي يا حبيبتي. كفايه القرف اللي انت بتطفحيه ده. ما تجيبي يا منيل على عينك حته. اتفضلي يا معلمة. لا ما انا لسه واخداها منها. هات زفت سجاره. تسمعنا حاجه يا عم الواحد قرف. بقول لك سمعنا حاجه بقى كده تصهللنا وبلاش الغم. اديني قلبك وخد قلبي، طول عمري قلبك ده غالي علينا، ويا ما رحنا معاك وجينا. جرى ايه؟ نايمة على ودانك ولا ايه بالظبط؟ الله. نعم في ايه؟ جرى ايه في ايه؟ هفضل اخبط كتير، ايديا وجعتني من كتر الخبط. انت بترزع عذاب ليه يا بني ادم؟ بقول لك ايه من الاخر، نعم انا شفتكم وانتوا بتقتلوا الواد. وادي الواد اللي انتوا قتلتوه. معرفش حاجه عن الموضوع. لا انت عارفه كويس، او انت بتستهبلي من الاخر، تستعبطيني. انت والراجل اللي معاكي قتلتوه، وانا لو رحت بلغت الحكومه. لا حكومه لا، حكومه لا ارجو. شوف انت عايز ايه وانا تحت امرك. عاوز 50,000 جنيه. نعم هجيبهم لك منين دول؟ ماليش فيه. 50,000 جنيه لمده اسبوع معاكي، يكون الفلوس جاهزه. غير كده بقى اروح ابلغ الحكومه. لا حكومه ايه؟ خليك حلو كده واللي انت عايزه كله هتعمله ماشي، بس ارجوك وطي صوتك عشان ابويا جوه وبلاش تبلغ الحكومه ارجوك. ماشي، هو اسبوع واحد بس تجهزي لي الفلوس ماشي، وتجيبهم لي على شقتي على طول. شقه مين؟ الشقه بتاعتي طبعا. ازاي يعني؟ زي الناس. طب ولا اروح ابلغ الحكومه؟ لا وفيها حبل مشنقه. لا مش لا ارجوك طيب ماشي حكومه، اللي انت عايزه كله هتاخده. ممكن بقى تمشي قبل ما ابويا يصحى محدش في حاجه. ماشي يا موسى ماشي، يبقى سلمي لي على بابا عشان وحشنا، ولا اخش اسلم عليه بنفسي؟ ما تسلمش عليها بس انت تمشي بقى ارجوك. سلامة حلوة. ارجوك امشي. ولا كده يعني انزل كده ولا كده؟ انزل كده. يا لهوي يا لهوي. الو، فينك يا ابو الدحريق؟ طب انا على فكره واقف قدام الباب، اطلع لي دلوقتي حالا. خلاص ماشي. لو هيكون حد شافك كده ولا كده؟ لا ما تقلقش مفيش حد شافك. اوعى يالا. لا على فكره بقى في خبر حلو قوي هيعجبك. انا رحت للبنت وقلت لها لو ما جبتيش الفلوس في خلال اسبوع
انا هبلغ عليك الحكومه، انت فاهمني ولا لا؟ وساعتها بقى يا حبيبي الحكومه دي ما فيهاش ولا هزار ولا تهريج، دي فيها كلبوش وفيها حبل مشنقه، دي جريمه قتل، انت فاهمني؟ هي والبيل اللي معاها. انا خايف عليك انت اللي بتعدم يا صاحبي، ممكن تموتك على فكره. لا تموت مين يا حبيبي؟ تموت مين؟ بقول لك ايه، البت بيني وبينك غير كده عجباني قوي وداخله مزاجي، بنت موزه، دي هتبقى فارسه في ايدي، ما كنتش اخليها في يوم من الايام تيجي تبص على جزمتي، ما بقاش انا الحروج المدحرج. يا صاحبي فكك منها، اسمع من اخوك. بقول لك ايه ولا فكك ولا ما فككش، انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي، واللي في دماغي هعمله، بس في حاجه بقى انا عاوز اقول لك عليها. ايوه. انا مسجل فلاشه، لو حصل لي اي حاجه تروح تسلمها للحكومه على طول، انت فاهم؟ فاهم يا صاحبي. واوعى تجيلي غير لما اتصل بيك، مش عاوز اشوف وشك خالص غير لما اتصل بيك. يلا سلام. سلام. عارف يا سمير، احلى وقت الواحد بيقضيه هنا في القهوه. الواحد بيحس انه طاير 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 طاير، واحنا مش كنا فوق ولا احنا تحت؟ انت اتسطلت ولا ايه يا سمير؟ طاير. لا انا سكرت. ايه سكرته من ايه؟ من الهوا الجميل ده، مش فاهم ولا حاجه ولا حشيش. هي الدنيا كده، ناس تشرب وناس تخرب. تعبتينا قوي لحد ما وصلنا لك. حبيبتي وصلت المكان الصح. خير. مصلحة. حلو قوي، اسجيني بقى. تخطف لنا واحد، هتقدري؟ وهو انا لو ما كنتش هقدر كنت بجلالة قدرك هتجيلي لحد هنا؟ غمضة معلمة. عشان بس شكلها هتخلص. ادخل. خلص. هتجيب لنا واحد الليلة، تجرجريه. لا استنى بقى اما انزلك عشان الموضوع شكله في حوار. يلا. يا معلم. حوار ولا مش حوار؟ انت هتعملي اللي احنا عايزينه وهتاخدي فلوسك. حلو. المعلوم ايه؟ عايزه كام؟ بص بقى بالصلاة على النبي كده، الميزانية دي تكلف 150,000 جنيه. ايه؟ نعم 150؟ بقى على ودانهم دول ولا ايه؟ بقول 150,000 جنيه. كتير يا معلمة، 150,000 جنيه. 150 المهم تخلص، ولا انت عايز تقبض عليا واوصل لحبل المشنقه؟ لا ما يهونش عليا. خلاص اديلها. انت هتقضيها، ما احنا عايزين نخلص. غمضة معلمة. الليلة تجيب الراجل تاخد الفلوس. الليلة يكون عندك. طيب. لا مؤاخذة بقى كده طرقونا عشان عايزة اقعد في خرابتي براحتي. يا ليلة الذوق. ملك؟ تقعد بتغني. ها؟ حلوة اسمها ايه؟ بس يا بابا. طيب امال ايه اللي حصل؟ احكي لي اللي حصل بالظبط. كنا قاعدين في البيت تمام؟ قالت تاخد تيجي رجعني تمام؟ فبيقول لي يلا ما خليني. بعد ما احنا في الكافيه ما حسيتش باي حاجه بعدها. عموما انا مصدقك، ولاد الحرام كتير وحسبنا الله ونعم الوكيل. اشرب يا خالد القهوه، اشرب. هات يا بنتي والله جت في وقتها. يرضيكي ساره تعمل كده؟ لا طبعا، دي اختي حبيبتي. وانا بعملها زي بنتي بالظبط. طبعا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. عموما يا بنتي ان شاء الله هتعدل وهتظهر براءتك، وانا متاكد ان انت ما عملتيش حاجه غلط. مش صح كده برضه يا ساره؟ طبعا يا خالد. اسمعي يا حلوه، انا عايزك تقعدي عند عمتك اليومين دول عشان تعرفي اللي حصل لساره. ان شاء الله كده تقعد معاهم بس لما العمليه تفتح شويه. حاضر يا بابا، انا هقعد مع ساره لغايه لما نفسيتها تتحسن وتبقى كويسه. ماشي كده. ايه ده؟ كمين اقعد يلا يا رجاله، هاتوا البيت من جوه، هاتوا البيت من جوه. ايه ده؟
في مالك؟ مالك؟ مالها؟ ايوه فعلا انا سمعت يارا وهي بتتكلم مع واحد وبتقول انهم عايزين يخطفوا ساره ويقتلوها. امتى الكلام ده؟ من شويه ما ايه ده؟ تعالوا نروح الاسم البلد. يلا على مهلك بس يلا ادخل. أصح في واحد وقع زبالة غير ما يدخل. خليه يخش. تمام كويس. السلام عليكم السلام عليكم. بنتي اتخطفت. طب اهدى يا حاج. اهدى بس. اهدى كده. اهدى بس. في ايه؟ بنتي يا باشا، واحد دخل عليها ضربنا على راسي وخطف البنت. ايوه فعلا انا سمعت يارا وهي بتتكلم مع واحد. اهدي بس كده وفهميني واحده عشان نفهم بس في ايه. فندم انا سمعت يارا وهي بتتكلم مع واحد وبيتفقوا ان هم يخطفوا ساره ويقتلوها. معقولة في واحدة تعمل في اختها كده؟ ايوه يا بابا. لا انا مش مصدق. يعني انت متأكدة من الكلام ده؟ ايوه. بنتي كانت جنبي. واحد شكله غلط عمري ما شفته. ضربني على راسي وخطف البنت. يا باشا. عشان كده تهدى يا حاج بس عشان يا باشا. اجيبها ازاي؟ فعلا دخلنا عليه لقينا مع الكلام. الأول ده قال إن بنت اتخطفت وحد ضربنا على دماغي. أنت عارف ولاد الحرام كتير. طيب أمين ياسر حضر لي الحمل عشان نشوف البلاغ ده، عشان نفحص البلاغ ده. تمام يا ريس. الله يخليك. الله يخليك يا باشا. الله يخليك يا باشا. تعال استند على ان شاء الله ربنا يا رب. ايه اللي مزعلك يا حلوه؟ ما انا خلصت لك على البواب. لسه ما اشوف سلطان عمل ايه. سلطان بيخلص على طول. انا مش ههدى غليلي غير لما اشوف ساره بتموت قدامي. هتشوفيه هي احسن من اللي راحوا. ده احنا نص البلد مخلصين عليه. يا معلم المعلم سلطان وصل بره. بقول له تعالى بسرعه ما تدخلش حد وراه. يلا قول. حاضر يا معلم. اتفضل يا معلم سلطان. السلام عليكم. ازيك يا سلطان؟ عامل ايه يا معلم؟ ازيك يا معلم؟ عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا باشا. ايه الدنيا؟ عملت ايه في الراجل؟ الله يرحمه. سويته؟ الله يرحمه. وساره الله يرحمها. التانية رجالتها يجيبوها دلوقتي. جايه؟ يجيبوها ما دلوقتي. جبتهاش ليه في ايدك يا سلطان؟ الرجاله جايبينها. هي دي؟ يا اهلا بعروستنا الحلوه. تعرف ان ده احسن منتج. اوعى انا اخلص عليها بايدي يا ريس. اوعى. بشوش وانت بتخلص عليها والنبي. بشوش ايه؟ خلينا نرتاح منها. انت لسه هتقول بشوش. كبسه يا معلم. كبسه يا معلم. روح يا بتاعي. روح يا بتاعي. روح يا بتاعي. اثبت. يلا. اثبت. يلا. يلا تطلع لورا. قررنا نحن نكتب يا ابني وكيل النائب العام إحالة القضية رقم اكتب لمحكمة الجنايات